ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه ايه السعاده دي. لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه السعاده دي لمحمد حماقي، اغنيه لسه نازله كده بقالها حبه حلوين من الالبوم الجديد، قلت اطلع اتكلم عليها معاكم واقول لكم رايي. هي من كلمات تامر حسين ومن الحان عزيز الشافعي ومن توزيع امين نبيل. بالنسبه لي من الاغاني اللي كنت شايفها اغنيه مختلفه على حماقي، شايف ان هي كانت ريتم كان حلو جدا وكان جديد جدا على حماقي في الاغنيه. بالنسبه لي شايف ان ده توزيع كان مختلف، كمان كان معمول بشكل كويس قوي من امين نبيل، وهو اشتغل مع تامر حسني ومع فنانين كبار جدا. حماقي اكيد هيعمل له شغل مش هيقل عن الشغل اللي عمله قبل كده في حاجه، يعني اللي اثبت لي لما سمعت الاغنيه دخلت ان انا اسمعها مره واثنين وثلاثه، كنت لازم اراجع نفسي كذا مره قبل ما اطلع اعمل لكم ريفيو. انتوا عارفين ان انا لما بسمع الاغنيه لازم ان انا اسمعها مره باللحن ومره بالكلمات ومره بالتوزيع كذا مره، عشان اعرف ان انا اقول لكم رايي بشكل نهائي واحلل لكم الاغنيه بشكل يكون مختصر. كلماتها والقافيه اللي كانت معمول عليها من تامر حسين عجباني جدا وكانت حلوه قوي. ثلاثي المرح اللي ما بين حماقي وعزيز الشافعي وتامر حسين ده لوحده في قصه تانية وفي كوم تانية. هما التلاته لما بيكتبوا مع بعض بيطلعوا اغاني بتبقى جامده جدا وبتبقى علامه فعلا لحماقي. في اغاني كتير جدا عملوها مع بعض قبل كده، دي مش اول تعاون ما بينهم، كنت مستمتع جدا. عزيز الشافعي عامل لحن كان قوي جدا، هو من اقوى العناصر في الاغنيه بعد الكلمات والتوزيع. اللحن كان حلو جدا مع عزيز الشافعي وكان مكيفني جدا. التيمه اللحنيه اللي اتعملت كانت ممتازه. شايف ان الاغنيه كانت من الاغاني متكامله لحماقي في الفتره اللي جايه، شايف ان هي اقوى بكتير من اغنيه دلعنا كتير. كانت عجباني ومزجاني اول ما نزلت عشان رتمها مقسوم، وكان اول تعاون بينهم من ايام ما بهجت قمر. بس شايف ان هي بعد كده ما اخدتش الصدى الكبير اللي انا كنت متخيله. انا كنت فاكر ان هي كانت هتكسر الدنيا. الاغنيه ممكن تكون نجحت شويه، فيها شويه نجاح حصل، لكن مش نجاح كبير زي ما كنت متوقع. فبالنسبه لي الاغنيه هي من الاغاني اللي هتبقى هيت الالبوم بعد ليمون نعناع. شايف ان هي هتسيطر على الترند بشكل كويس قوي، والاغنيه كانت رتم حلو. وحماقي دايما بيلعب يا جماعه على المزيكا، بيشد المستمع اكتر للمزيكا اللي بتبقى في الاغنيه اللي هو التوزيع. اللحن والكلمات بيبقوا حلوين، وساعات بيبقى اللحن اقوى وساعات الكلمات بتبقى احسن على حسب الاغنيه وعلى حسب الموضوع. دايما المزيكا ما بتخيبش ظني من حماقي، دايما بيبقى شغال جدا على حته المزيكا وعاوز ان المزيكا تطلع باحسن شكل وافضل حاجه للناس او للمستمع اللي بيسمعها غصب عنك، بس هتسمع المزيكا وهتعجبك كمان. المزيكا بصراحه كيفتني جدا وكنت مبسوط جدا وانا بسمع التوزيع بتاع الاغنيه. بالنسبه لي كانت من التوزيعات القويه جدا في الالبوم. وجماعه على فكره دي خطه حماقي هيبقى ماشي عليها كل خميس، هو ينزل كل خميس اغنيه جديده. هو عامل خطه لتسويقيه للالبوم، دي حاجه حلوه وده اللي احنا عاوزينه، ان احنا نشوف المطرب اللي احنا بنحب نسمعه عامل لنا خطه ومعرفنا الاغاني هتنزل امتى، يكون في دعايه للاغاني بتاعت الالبوم. ده كويس جدا. وده يا جماعه تاني البوم انتاج حماقي بعد يا فادني، فدي حاجه كويسه جدا ان هو يعمل انتاج لنفسه، يبعد عن شركات الانتاج والحاجات اللي بتحصل والاحتكارات اللي بتحصل والعقود وكل المشاكل اللي بتحصل ما بين اي شركه وبين اي مطرب، وريح دماغه من كل ده خالص. ودي حاجه ايجابيه جدا اقول له شابوه عليها كبير. دي ايجابيه ودي ميزه كويسه جدا. وهو عامه من الاصوات اللي انا بحبها قوي. حماقي من الفنانين اللي بحبهم جدا وكل الناس عارفه كده، وكل الناس اللي عندي على القناه عارفين كده كويس. وفي اي حلقه بطلع اتكلم ولا بقول فيها رايي على حماقي دايما بقول لكم ان حماقي بيركز على المزيكا، ودي حتته يا جماعه. هو راجل بروفيشنال جدا ومن زمان جدا وهو في المجال، فهو عارف هو بيعمل ايه. يبقى دايما هو عارف طريقه على فين وبيعمل التوزيع المناسب والمختلف على الكلمات والالحان الكويسين بشكل شيك، وكمان بيعمل الحاجه اللي هو بيحبها ويقدم لك افضل حاجه. عزيز الشافعي كان شغال فيها بشكل قوي، شايف ان هو تعب جدا في الاغنيه دي وعامل فيها لحن حلو. اقول له شابوه كبير جدا لعزيز الشافعي، ملحن عبقري، كان متعوب جدا على اللحن في الاغنيه والكلمات من تامر حسين. هم بصراحه تيم كامل مع بعض، ولما بيجتمعوا في اغنيه بيطلعوا اغنيه بتبقى حلوه. الاغنيه طالعه بحب، ولما الحاجه بتطلع بحب وبتطلع كويسه اكيد لما بتتقدم للناس بتنجح وبتعمل شغل كويس، غير لما تبقى اغنيه وخلاص احنا داخلين نعمل اغنيه مع حماقي بنعمل اي حاجه. لا، انا بحس يا جماعه بالاغنيه وانا بسمعها يا اما الحاجه دي كده اي كلام، يا اما الحاجه فعلا كويسه ومعموله مظبوط. التوزيع كان حلو جدا مع الكلمات والالحان. الاغنيه بشكل عام بالنسبه لي كانت من اقوى الحاجات اللي سمعتها، كانت الالحان. الكلمات والتوزيع كانوا مناسبين جدا للحن القوي جدا من عزيز الشافعي. الكلمات والتوزيع كان عاجبني جدا. امين نبيل مبسوط جدا ان هو اشتغل مع حماقي وان هو بيعمل معاه اغنيه. الموزعين الكبار وموزعين شاطرين جدا، وانا عايز اشوف لهم شغل كتير جدا مع بعض الفتره اللي جايه. وانا عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي تحت رايكم، قولوا لي كانت عاجباكم كانتش قد كده. بشكر كل حد بيتفرج عليا وبيتابعني، وكل كومنتاتكم بشوفها وبتابع كل حد بيقول لي كومنت حلو او ايا كان. انا بحترم راي كل الناس لو كان بشكل محترم، وانا بحبكم كلكم على راسي من فوق. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك فعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كده محتوى قدام اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. هشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.